قناة إي سبورت 7، قناة الرياضة والترفيه وقصص، وعبر لايك واشتراك ومتابعة. اشترك بالقناة ليصلك كل جديد. منتخب إسبانيا يحصد 50 مليون دولار بعد تتويجه بكأس العالم 2026. أكبر جائزة مالية في تاريخ المونديال من نصيب بطل النسخة الأخيرة. توج منتخب إسبانيا بكأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد. حصل الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم على جائزة مالية قدرها 50 مليون دولار من فيفا، وهي الأكبر في تاريخ البطولة. اتفق المنتخب الإسباني والاتحاد على منح اللاعبين نحو 45% من قيمة الجائزة، أي حوالي 20 مليون يورو. توزعت مكافأة قدرها 755 ألف يورو على كل لاعب من لاعبي المنتخب الإسباني 26. حصلت المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2026 على 1.5 مليون دولار قبل انطلاق البطولة لتغطية التكاليف. وأشار فيفا إلى أن المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2026 حصلت على 1.5 مليون دولار قبل انطلاق المنافسات، وذلك لتغطية تكاليف المعسكرات التدريبية والسفر والتنظيم، ويعد هذا المبلغ منفصلاً عن الجوائز المالية الخاصة بنتائج البطولة. وأضافت المصادر أن المنتخب الإسباني والاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم اتفقا على أن يحصل اللاعبون على نحو 45% من قيمة الجائزة المالية التي تم حصدها، أي ما يعادل حوالي 20 مليون يورو للفريق بأكمله. مكافآت اللاعبين. وفي السياق ذاته، توزعت الجائزة على لاعبي المنتخب الإسباني 26، بحيث يحصل كل لاعب على مكافأة تقارب 755 ألف يورو، وهو مبلغ موحد لجميع أعضاء الفريق بغض النظر عن عدد الدقائق التي شاركوا بها في مباريات البطولة. يذكر أن لقب 2026 هو الثاني في تاريخ منتخب إسبانيا في بطولات كأس العالم، بعد تتويجه الأول عام 2010. سكالوني ينهار باكيا بعد خسارة الأرجنتين لقب كأس العالم 2026. مدرب الأرجنتين يعبر عن صدمة الفريق ويؤكد صعوبة إعادة البناء. خسر منتخب الأرجنتين بقيادة المدرب ليونيل سكالوني نهائي كأس العالم 2026. سكالوني انفجر باكيا وقدم اعتذاره لجماهير الأرجنتين خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة. أكد سكالوني أن تجاوز الهزيمة يتطلب إعادة بناء الفريق من الصفر وجهدا كبيرا. أوضح سكالوني أن الفريق الحالي يصعب تكراره وأعرب عن ألمه الشديد من الخسارة. انفجر مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني بالبكاء خلال مؤتمر صحفي أعقب خسارة الفريق في نهائي المونديال، معبرا عن حزنه الشديد لما حدث. وأوضح سكالوني أن الموقف كان مؤلما للغاية، وقدم اعتذاره للجماهير، مشيرا إلى أنه لم يتخيل أبدا أن يمر هو أو الجهاز التدريبي بمثل هذا الظرف. وأضاف المدرب أنه يحاول التوقف عن التفكير في الهزيمة والمضي قدما، لكنه أكد أن تجاوز هذه المحنة يتطلب الكثير من الجهد، خاصة مع الحاجة إلى إعادة بناء الفريق من الصفر. بنفس سيناريو 2014، ميسي يبكي للمرة الثانية. فيران توريس سجل هدف الفوز لإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين في الدقيقة 106. إسبانيا حققت ثاني كأس عالم في تاريخها بعد فوزها على الأرجنتين في النهائي. ليونيل ميسي بكى للمرة الثانية في تاريخه بعد خسارة نهائي كأس العالم، كما حدث في نهائي 2014. في نهائي 2014
سجل البديل ماريو غوتزيه هدف النية الوحيد في الدقيقة 113 أمام الأرجنتين. أحرز فيران توريس البديل الناجح لمنتخب إسبانيا هدف الفوز في نهائي كأس العالم 2026 يوم الأحد، متسبباً في بكاء ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين للمرة الثانية في تاريخه بالنهائيات. ودخل توريس بديلاً لميكيل أويارزابال عند الدقيقة 62، وجاء هدفه الحاسم مع مطلع الشوط الإضافي الثاني بعد تمريرة من زميله نيكو ويليامز في الدقيقة 106 ليقود بلاده لتحقيق ثاني كأس عالم في تاريخها. تابع القصة: ميسي يخسر نهائي كأس العالم 2026 ويقترب من فقدان الكرة الذهبية التاسعة. وتكرر هذه الخسارة حسرة سابقة عرفها النجم الأرجنتيني، إذ سبق أن خسر نهائي 2014 أمام النية. بعدما دخل البديل ماريو غوتزيه بدلاً من ميروسلاف كلوزه في الدقيقة 88، وسجل هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 113 بصناعة أندري شورلا. وفي السياق ذاته شوهد ميسي باكياً بعد نهائي 2014، حيث كان حينها لم يحقق كأس العالم بعد.